إقام الصلاة. ما علاقة الصلاة عند الشيعة بالصلاة عند المسلمين؟ لا علاقة أبدا، لا وضوءهم وضوءنا ولا صلاتهم صلاتنا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من صلى صلاتنا، من صلى إيه؟ صلاتنا. ودي مش صلاتنا. وصام صياما، وصام صيامنا، واستقبل قبلتنا. دول لا بيصلوا صلاتنا ولا بيصوموا صيام. يبقى ادي ركن من اركان الاسلام الثاني نحن غير متفقين فيه. مش متفقين، اتفقنا في الاسم. طبعا. يعني يقول لك انا بصلي، هم بيصلوا، بس روح شوفوا هم بيصلي بيجمعوا ما بين الظهر والعصر، بيجمعوا ما بين المغرب والايه. ما هو قال لك بقى الصلاه ثلاث اوقات وثلاث اوقات وما يعني عندهمش جمعه. اقم الصلاه لدلوك، اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل. وفي ايه ثانيه يعني ايه؟ اقيموا الصلاه والصلاه احنا ردينا على الكلام ده اللي هي الصلاه الوسطى، يعني اللي هي وقوموا لله قانتين. الشاهد في المساله ان صلاتهم غير صلاتنا. هم عندهم 3 اوقات، احنا عندنا خمس اوقات. تمام كده. وضوءهم والوضوء بيختلف خالص. ما بيغسلوش اقدامهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. جاء في كتاب صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، طبعا هاي الطبعة القديمة، الجزء الأول، صفحة 489، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. كذلك حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لمن فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. إذن باب الجمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاها في كتب السنة، ومن أصح كتبه وصحيح مسلم عندهم جمع الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف، ولكن أراد أن لا يحرج أمتي. فإذا الشيعة الذي يصلون اليوم يجمعون الصلاة هم يجمعوها على صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك جاء في كتاب صحيح الترغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني الجزء الأول صفحة 208 كتاب الطهارة برقم 223 عن رفاعة ابن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، النبي قال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يصبغ الوضوء كما أمر الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. طبعا الهامش رقم 1 يعلق الألباني ماذا يقول؟ في الهامش رقم 1 يقول هذا يوهم أنه لم يروى من الستة سواء ابن ماجه عن 6 الكتب المعتبرة عندهم، وليس كذلك فقد أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وإسنادهم صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. إذن هذا الحديث معتبر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح برجليه. كذلك جاء في كتاب مسند أبي داود الطيلسي تحقيق الدكتور محمد عبد المحسن التركي الجزء الأول صفحة 125 برقم 141. حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يقول صلى علي عليه السلام الظهر في الرحبة ثم جلس في حوائج الناس حتى حضرت العصر، ثم أتى بكوز من ماء فصب منه كفا فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضل الماء وهو قائم، ثم قال إن أناس يكرهون أن يشربوا وهم قيام، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل مثل الذي فعلته وقال هذا وضوء من لم يحدث. هامش رقم 2 حديث صحيح، ويقول أخرجه أحمد والبخاري والنسائي والطحاوي والبيهقي من طرق عن شعبة، وأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. إذن هذا وضوء
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضوء الإمام علي عليه السلام هو وضوء الشيعة. اليوم الشيعة يتقلدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام ومن كتب السنة. يخرب بيتك ده استحمار. التحمار. يخرب بيتك ده استحمار.